إزاي الكمبيوتر والموبايل وكل الأجهزة اللي حوالينا بتقدر تفهم كلامنا. طيب أكيد كلنا سألنا نفسنا السؤال ده، إزاي برامج زي جوجل ترانسليت أو تشات جي بي تي بتقدر تفهم كلامنا بالظبط؟ ومش بس بتفهم، دي بترد علينا ردود منطقية جدا ومناسبة للموقف. الموضوع ده مش سحر على فكرة، وراه علم كبير. الإجابة كلها في مجال واحد اسمه اللغويات الحاسوبية، أو زي ما بيتقال بالإنجليزي Computational Linguistics. هو ده ببساطة المفتاح اللي بيخلي الآلات والأجهزة تفهم اللغة بتاعتنا. تمام، يبقى خلينا ندخل في أول جزء ونفهم الموضوع أكتر. إيه هي بقى اللغويات الحاسوبية دي؟ يعني نقدر نقول إنها النقطة اللي بتتقابل فيها اللغة مع علوم الكمبيوتر. التعريف العلمي بيقول إنها فرع من اللغويات بيستخدم الكمبيوتر عشان يعالج اللغة البشرية. بس خلونا نقف عند كلمة فهم دي شوية، لأنها مهمة. الكمبيوتر مش بيفهم زينا، يعني مش بيحس بالكلام أو يفهم السياق والمشاعر. هو بيتعلم يشوف الأنماط، يعني إيه الكلمات اللي غالباً بتيجي ورا بعض، وإيه القواعد اللي بتحكمها. ومن خلال التحليل الإحصائي ده بيقدر يحلل اللي بنقوله ويرد رد يبان منطقي جداً.